عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم اليوم دجاج KFC كنتاكي، كيجي رائع. ناخدو اولا الترقيده ديال الدجاج. كناخد واحد 2 معالق كبار ديال التحميره بابريكا، واحد المعلقه كبيره ديال بودره الثوم، معلقه صغيره معلقه صغيره ديال الملح، وواحد نص معلقه صغيره ديال التحميره حاره اختياريه، وواحد نص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي باش كيعطينا داك اللون الرائع. غناخد واحد الكاس ديال العنبه ديال الماء عادي باش كنخلط هاد التوابل كامل. كنخلط هاد الخليط ديالي كامل، كناخد واحد البلاستيك الغذائي خاص بالغذاء، بلاستيك صحي. كنوضع فيه هذوك الطريفات ديال الدجاج. يمكن لكم ديروا في خيضات، يمكن لكم ديروا في خيضات والصدر، يمكن لكم ديروا دجاجه كامله تقطعوها طريفات صغار، ومن الاحسن تكون دجاجه صغيره ما تكونش كبيره باش كطيب لينا من الداخل مزيان. انا عندي طريفات ديال الدجاج مخلطين، بهذه الطريقه هكا، وكنصب هذا الخليط على هذاك الدجاج وسط هذاك البلاستيك. كنخلط داك الدجاج مزيان حتى كيتلبس بهذيك المقادير كلها. ونحاول نسد عليه مزيان. انا هنا غادا نبيتو ليله كامله في الثلاجه باش كيجي مشرب مزيان بهاد العطريه. هاد الوصفه عطا لي واحد السيد خدام في KFC في دوماس في الدار البيضاء. هذه هي الوصفه الاصليه ديال KFC. انا غنسدها مزيان هاد البلاستيكه مزيان، وكنبيتها ليله كامله. هي البلاستيكه، هي الدجاج عندي وترقد مزيان وتشرب بهذيك العطريه مزيان ليله كامله وهو في الثلاجه. ندوز للخلطه الثانيه. انا عندي نص كيلو ديال الدقيق الابيض. كل دجاجه المقدار ديالها هو نص كيلو ديال الدقيق الابيض. عندي هنا معلقه صغيره ديال بيكربونات الصوديوم، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاسود والابزار، وعندي 2 معالق كبار ديال نشا الذره اللي هي مايزينا. هذه المعلقه الاولى وهذه المعلقه الثانيه. كنخلط مزيان هذا الخليط. انا تبعت الطريقه والمقادير والطريقه كيف ما هي تماما باش كيتخلطوا لينا هاد المقادير مزيان. كنديروهم في الصفايه وكنصفيوهم مزيان باش كيتخلطوا مزيان دوك المقادير. نديرهم في الصفايه وكنصفيو حتى كنصفي الخليط ديالي كامل.
ها هو الدجاج ديالي درتو فواحد الصفايه باش يتصفى من داك الماء اللي زايد. هنا عندي الدقيق ديال الخليط ديال الدقيق، وهنا عندي ماء دايره فيه ثلج. هاد الخطوه هذه حتى هي ضروريه. كناخذ طريفات ديال اللحم، نبدا دابا بثلاثه طريفات. كنديرهم اولا في الدقيق، كنلبسهم مزيان بالدقيق. تحاولي تقلبي داك الدقيق مزيان وتحس بيه 10 المرات. 10 المرات كنقلب كل طرف. كنهز داك الطرف ديال الدجاج، كنوضعو في الماء اللي فيه الثلج، غير كنغطسو وكنهزو. عاود كنردو للخليط ديال الدقيق، كنبقى نقلب فيه مزيان 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 تيتلبس بداك الدقيق وبديك العناصر كلها. عاود كنهز وكندير للمرة الثانية في الماء المثلج. عاود كنرد تاني. هاد العملية كتسمى دوبل. الا بغيتي ديريها غير مرة واحدة، تغطسي الطرف ديال الدجاج في الماء المثلج غير مرة واحدة، كديريها. هذه كتسمى سينجل. هاد الطريقة هذه كتسمى دوبل. صافي، هنا كنحصل على ديك القرمشه. هنا حتى الحجم ديال الدجاج كيتضاعف. في هاد الاثناء انا نكمل هاد الشيء. في هاد الاثناء عندي الزيت كيسخن على نار مهيله شويه. هذه هي الطريقة الصحيحة ديال الدجاج KFC. هنا داك الماء متلج كيعطي للدجاج واحد الصدمة باش ما كيخليهش يترخى، كيبقى الدجاج شاد راسو، باش كيعطينا ديك القرمشه اثناء الطهي. كنحصل على هاد النتيجه هذه. هنا عندي الزيت هو سخون. من الاحسن ما تكونش مقله تكون واسعه، من الاحسن تكون كسرونه اولا طنجره. وكنوضع دوك الطريفات على عافيه ناقصه شويه، وكنحسب لهم 14 دقيقه، 14 حتى ل 15 دقيقه كيكونوا طابوا مزيان باش كيجيونا طايبين مزيان من الداخل. كدوز واحد 5 دقائق كنقلبهم على الجهه الاخرى، وكنحصل على هذا اللون الذهبي الرائع. وكنحط واحد الصفايه يتصفاو من الزيت الزائد. كل 3 طريفات كنوضعهم، كنحسب ليهم 14 حتى ل 15 دقيقه باش كيطيبوا لينا من الداخل مزيان. كنحصل على هذه النتيجه الرائعه. كيتقدم مع صوص وبالصحه والراحه.